هو الحريف اللي دوخ العصابة في إبراهيم الطاير، إبراهيم الطاير. والمنسي اللي منساش يحارب طيور الظلام، البلد اللي يشوفها من فوق غير اللي يشوفها من تحت. وجري يوصل رسالة للوالي، وحل مشكلة الإسكان وعمل كراكون في الشارع. انا معجب بيك قوي. ما هو باين يا فندم، بدليل 3 سنين سجن و10000 جنيه غرامه. وقال لك الإنسان يعيش مرة واحدة، ولا سلام يا صاحبي. سلام يا صاحبي. وهرب على الإنس والجن، واستخبى في جزيرة الشيطان، واتمسك في إحنا بتوع الأتوبيس، وزعق وقال احنا بتوع الاتوبيس يا اخوانا. الزعيم، أو ببساطة صاحب السعادة. نص إفيهاتنا اليومية إذ ما كانتش كلها منه. انت ما بتجيش ليه؟ مش تبقى تيجي؟ أول واحد يتحاسب بالساعة، وقالوا عليه أغلى نجم في مصر. الساعة ب5 جنيه والحسابة بتحسب. ابن الحلمية، يعني الأصالة والجدعنة. أبوه كان رافض حلمه، لكن صدقه مع دسوقي أفندي لما الناس شاورت عليه وسقفت. العلاج بتاعت فيها ناس. ثروة قومية ما اتبنتش من يوم وليلة، بدأت من طالب بيحب التمثيل في كلية الزراعة جامعة القاهرة لحد ما بقى براند عادل إمام. دي القضايا اللي بينكم وبين الحكومة، لسه القضايا اللي بيني وبينكم. هو كوميديان ولا مجسد أحلام البسطاء؟ هو توليفة كده ما عندناش غيرها، لا جه ولا هيجي زيها. أدوار كتير، حتى لا يطير الدخان، المولد، حب في الزنزانة، المشبوه، والأفوكاتو، والغول. كل عظماء البلد الأيام دي بيكتبوا مذكرات. ناقش كل قضايا حياتنا، زي الهجرة والفساد والبطالة والإرهاب، مافيا التسول، شركات توظيف الأموال، وعلاقتنا حتى مع اللي ما يتسموا. دول واعيين مع دول، وبعدين يتحالفوا مع دول عشان يخلصوا على دول، وفي الاخر ايه؟ لا هنلاقي دول ولا هنلاقي دول. انتقاء الأدوار وذكائه في اختياراته، يعني زي ما بيقولوا بيغير جلده. ده اللي خلاه غير أي حد. والخطوات اللي بينه وبين اللي بعده كتير قوي مهما حاولوا. وعلى فكرة لحد دلوقتي محدش يقدر يقول أنا الأول غير عادل إمام. وهو الراجل في بيته بيستمتع مع أسرته، بقاله كام سنة ما ظهرش، ولحد النهاردة الناس بتستنى منه أو عنه أي خبر. هو في كده؟ انا الزعيم. هاتولي حد نجح سينما ومسرح وتلفزيون وإذاعة، هاتولي حد يسافر أي بلد الدنيا تقوم وما تقعدش، ده لوحده يحل مشاكل دبلوماسية. هاتولي حد ناس تجيله من بره بالطيارات عشان يشوفوا مسرحياته، وناس تسرق عربية عشان يتفرجوا عليه. وزي الناس ما كانت بتسعى انها تشوفه، هو كمان كان بيروح رحلات عشان يعرض اعماله، زي رحلة امريكا مثلا، عرض في 8 ولايات، ورحلة المانيا واستراليا والسويد وفرنسا. تخيلوا هو تاني مصري يقف على مسرح الاولمبيا بعد الست ام كلثوم، وعرض عليه مسرحية الواد سيد الشغال. انت معاك بطاقة؟ لا لا، ازاي؟ تمشي غير بطاقة ازاي؟ واذا كان هو ناجح في اعماله، فهو كمان نجح في اختيار نصه التاني، اللي ظهرت معاه كام مرة يتعدوا على الصوابع. هالة الشلقاني، بنت البشوات، اللي اختارته ومشيت الطريق من الأول، وشالت البيت زي ما بيقولوا وهي العمود. لعمرك سمعت إن عنده مشكلة في بيته، ولا إن البيت مأثر على مسيرته الفنية؟ بالعكس. عادل إمام بوابة العبور لنجاح أي حد يشتغل معاه، من إخراج ولا مؤلف ولا ممثل ولا مزيكا. فاكرين موسيقى خلي بالك من عقلك؟
ولا المشبوه ولا شمس الزناتي ولا زوج تحت الطلب؟ ثنائيات عادل إمام مين ينساها؟ هو وسعيد صالح، وكمان نور الشريف وسمير غانم ومصطفى متولي وأحمد راتب وغيرهم كتير من الفنانين. ولو جينا للفنانات، عندك ميرفت أمين ولبلبة وصفاء أبو السعود، وأكتر واحدة مثلت مع عادل إمام هي يسرا. عارفه الايام هتقوم امتى؟ امتى؟ يوم ما يموت الحب. والثنائيات مش قدام الشاشة بس، كمان في الكتابة والإخراج، زي سمير سيف، نادر جلال، محمد فاضل، وشريف عرفة، ورفيق السلاح وحيد حامد. أشهر الأفلام اتكتبت بخط إيده. انا برضه زي حضرتك كده، ساعات كتير ازهق بس ما اقدرش امشي، لو مشيت الوترات تخش في بعض. خرج أجيال من الشباب اللي منهم شايلين الفن دلوقتي، من محمد هنيدي وكريم عبد العزيز لحد أحمد مكي. بقول لك ايه يا كابتن، الفيلم ده قصه ولا مناظر؟ مناظر. عادل إمام اتكتب عنه في كل المجلات والجرايد جوه وبره مصر، حتى في مجلات الأطفال زي ماجد كده. استنوا، عارفين الشيخ الشعراوي قال إيه عن عادل إمام؟ أنا أنبسط من عادل إمام في مزاولته للأشياء، وده كان في كتاب من الألف للياء مع طارق حبيب. صوت ضحك الجمهور على المسرح بيرد له الروح. الزحمة على شباك تذاكر أفلامه ومسرحياته وإيراداتها صنعت نجوميته، مش إحنا اللي بنقول، ده ورق الإيرادات. ما طلعش سلمه بترند، ده مشوار طويل من 1962 لحد النهاردة، ويقول لك هو ليه الزعيم زعيم. اكتبوا لنا في الكومنتات ايه اكتر افيه فاكرينه لعادل امام. امضي اشول، امضي اشول.